ما قلتليش يعني. داخله عليا كده وبعشم قوي وعارفاني قوي، مع ان يعني وشي مش معروف. بس انا عارفاك كويس. طيب ما هو واضح يعني، بس منين؟ انت هتتفاجئ. ايه؟ انا اخت ميرنا. لا هدير، مش معقول. قولي كده بقى. طب ايه، مفاجأة حلوة ولا وحشة؟ يعني مش عارف اقول مفاجأة حلوة ولا وحشة، بس كان الافضل يعني تكوني مش اختها. انا شايفة كده برضو. ده انتي مصيبة، غير اختك خالص. انا اكيد غير ميرنا تماما. ده واضح، واضح جدا. ايه معايا؟ طبعا طبعا. بقول لك ايه، انا احتمال في خلال دقيقة او اتنين ما اعرفش اقعد اتكلم معاكي. اكتبي لي نمرتك هنا. اوكي. طيب انا هروح لصحابي. اوكي. ما تقولش ان احنا اتقابلنا. ده اكيد طبعا. يلا باي. يلا هاف فن. كل تصرفاتك اوفر. انت بتشاوري لي؟ ايوه. مش اوفر. اوفر. هو فاكر ان هو لما يجي يشتري من عندي ان هو اشتراني؟ بالعكس، انا شايفه ان الراجل كان بينقي بجد، مش اي كلام وخلاص. وبعد الاقل ملحوظات مهمه جدا تبين ان هو فاهم هو بيشتري ايه. لا على فكره هو جاي هنا عشان عايز يكلمني. وفيها ايه يعني؟ الراجل ما عملش اي حاجه غلط. نيفين، انا لما اشوف واحد في سهره اروح فاتحه له الباب كده عادي يعني؟ بعدين انا مش عايزه ادخل في اي علاقه تاني خلاص. ايه يا مهند؟ هنفضل نبص لبعض كتير كده؟ احنا هنتصاحب ولا ايه؟ عايز تقول حاجة قولها، سمعني. عايز تعمل حاجة وريني يا ريت. أنا مش بتاع كلام. ايه؟ مش بتاع كلام. بتاع أفعال. لا انت لا كلام ولا افعال، انت بس مدي لنفسك حجم اكبر من حجمك. أنت بتتكلم عن نفسك بالظبط. شوف يا مهند، انا مش مشكلتي انك انت فشلت تكون الشخص اللي انت نفسك فيه وعايزه، ولا مشكلتي ان انا بعمل تفاصيل كتير نفسك تعملها وما انتش عارف. دي مشكلتك انت. طول عمرك مغرور يا عبد الله، فاكر ان كل حاجه تحت سيطرتك، مع العلم ان اقرب حد ليك كان خاتم في صباعي. بس انت ما كنتش متضايق. انت قصدك مين؟ اظن الكلام واضح، واللي انت عملته مع صاحبتي كده نبقى خالصين.